السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي الفن الصناعي، تخصص الميكانيكا، شعبة فني تشغيل المعادن. بنتكلم النهاردة والترم الثاني كله ماكينات السي ان سي، بنشتغل في معمل السي ان سي الترم كله. بنشتغل وبنشرح الماكينات بتاعت السي ان سي، سواء الفرايز او المخارط. وإن شاء الله يعني احنا بدأنا يعني قربنا على الانتهاء المنهج في الترم الثاني، وبدأنا بنشتغل يعني هنعمل مراجعة في نفس الوقت. المراجعة اللي احنا بنعملها دهيت بنعملها على ماكينات السي ان سي، اللي هي ماكينات الدونفورد، النوع بتاع الدونفورد من الماكينات السي ان سي. اشتغلنا وشرحنا ماكينات السي ان سي البوكسفورد، واحنا عارفين ان فيه مدارس فيها ماكينات البوكسفورد، وفي مدارس فيها ماكينات الدونفورد. اللي احنا هنشرحه النهارده في الحلقة يعني ان شاء الله الطلبة الكل لازم يفهم. ما يفيش واحد يقول لي انا عندي الماكينات بتاعتي انا عندي دونفورد فمش هنسمع الشرح بتاع البوكسفورد، او التاني يقول لي انا عندي ماكينات البوكسفورد انا مش هنشرح، مش هنفهم، او مش هنحضر الشرح بتاع ماكينات الدونفورد. مفيش فرق ما بين الماكينات الا حاجة واحدة بس، طريقة التشغيل. وبعدين لازم تفهم، سواء انت عندك الماكينات الدونفورد او البوكسفورد، لازم تفهم الشرح ولازم تحضر الشرح، لان انت ممكن بعد ما تخلص وبعدين تروح تشتغل. انت كان عندك ماكينات البوكسفورد في المعمل بتاعك وفي المدرسة بتاعتك، ولكن انت لما بتشتغل لقيت فرصة عمل بعد ما خلصت واخدت المؤهل بتاعك، لقيت فرصة عمل. انت ممكن تلاقي فرصة عمل في اي شركة في اي مصنع، وبعدين تتفاجئ وانت دارس البوكسفورد، تتفاجئ ان الماكينة عندك اللي انت هتشتغل عليها في المصنع دونفورد. فلازم تعرف تشتغل على المكانتين. احنا بنسهل لك المهمة ديت وبنشرح لك الماكينات الدونفورد. ماكينات البوكسفورد اتشرحت، وادي ماكينات هنشرح ماكينات الدونفورد. ماكينات الدونفورد يمكن تكون يعني اسهل واشيق في الشرح وفي الفهم كمان، واسهل شوية من ماكينات البوكسفورد. الفرق بتاع الماكينات ديت اذا كان البوكسفورد او الدونفورد، الفرق بينهم في طريقة تشغيل الماكينة، ولكن الاساسيات كلها واحد. فاحنا هنبدأ نشتغل في ماكينة شرح ماكينة الدونفورد، وهو في نفس الوقت بيكون مراجعة للناس اللي هي عندها البوكسفورد، لان الدونفورد هو مكمل وهو احد الاجيال بتاعت السي ان سي وماكينة السي ان سي. هنشتغل النهاردة في نشرح ماكينة الفريزة بتاعت الدونفورد من نوع الدونفورد، وهنتعرف عليه، وده بيكون مراجعة في نفس الوقت للوحدة الأخيرة في الصف الثالث. مع بعض إن شاء الله هنفهم الماكينة بتاعت الفريزة. وياريت ما فيش حد يقول إن أنا الماكينات اللي عندي بوكسفورد أنا مش هنشرح أو مش هنسمع الشرح بتاع ماكينة الدونفورد. ياريت الكل يسمع والكل ينتبه، ونبدأ مع بعض نشرح الماكينة بتاعت الدونفورد الفريزة. زي ما انتم شايفين ادى شكل الماكينة، والماكينة زي ما انتم شايفين اهيت. ما فيهاش بالنسبة للسطح بتاع الماكينة او جسم الماكينة غير 3 مفاتيح اهمت، ادى مفتاحين اهمت ومفتاح اهوت، واللاب بتاعي جنب على الماكينة نفسها. خد بالك من شكل الماكينة اهوت علشان هتشوف الشكل التاني بتاع الماكينة البوكسفورد. انا جايب علشان نعمل مقارنة ما بينهم من حيث الشكل مبدئيا، لان احنا عندنا لوحة التحكم. لوحة التحكم دهيت اذا كان في ماكينة البوكسفورد، لوحة التحكم احنا عارفين بتبقى على جسم الماكينة من بره،
والمفاتيح كلها اللي انا بنشغل بها الماكينة وبنرسم وبنعمل حاجات كتير على الماكينة، وبنزود السرعات او نقلل او نعمل تغذية. الماكينة، جسم الماكينة عليه اكتر من 14 مفتاح على جسم الماكينة من الخارج. ديت بتعتبر اسمها لوحة المفاتيح او لوحة التحكم في الماكينة. اما لوحة التحكم بالنسبة لماكينة الدونفورد، لوحة التحكم ديت هتبقى من الداخل، يعني هنستدعيها من الداخل. هنا انتوا شايفين لوحة جسم الماكينة بالنسبة لماكينة الدونفورد مفيش اكتر من 3 مفاتيح بس. هنشوف لوحة التحكم بالنسبة لماكينة البوكسفورد، وهنلاقي حوالي 14 مفتاح على جسم الماكينة من الخارج، في مفاتيح فردي ومفاتيح مزدوج لتشغيل الماكينة على جسم الماكينة من الخارج. هنبص نشوف الماكينة اللي هي البوكسفورد برضو. ادي ديت ماكينة الدونفورد اهيت، مفيش غير 3 مفاتيح بس من الخارج. وعندي اللي هي الماكينة البوكسفورد اهيت، شايفين ادي ماكينة البوكسفورد. ماكينة البوكسفورد ادي عندي المفاتيح اهيت، ادي المفاتيح بتاعتي اهيت، وادي نفس الكلام اللاب او الكمبيوتر بتاعي جنب الماكينة ديت. ماكينة الفريزة من نوع البوكسفورد. في كتير من المدارس فيها نفس الماكينة، وفي كتير من المدارس تانية فيها الماكينة التانية بتاعت الدونفورد الشكل اللي فات. ادي بس صورة للوحة التحكم او مفاتيح اللي هي على الماكينة نفسها، على الماكينة البوكسفورد ديت على جسم الماكينة من الخارج. يعني المفاتيح دهيت يا ولاد على جسم الماكينة من الخارج، غير الماكينة بتاعت الدونفورد. هنشوفها بعد كده ان لوحة التحكم بتاعتها بنستدعيها من داخل البرنامج. بنستدعي لوحة التحكم اللي هي بيها بتطلع لي قوائم، هنشوفها مع بعض وهنشرحها قائمة بعد الأخرى. وهنشوف القوائم ديت كل قائمة من دولة الاستخدامات بتاعتها، وبتديني مفاتيح ايه وايه استعمالات كل مفتاح منهم. اللي انا عايز انك تعرفه كويس ان الفرق ما بين ماكينة البوكسفورد والدونفورد، لوحة التحكم بتاعة البوكسفورد على سطح الماكينة من الخارج المفاتيح بتاعتها، وبنبدأ نتعامل مع الماكينة. اما لوحة التحكم اما ماكينة الدونفورد ما فيش غير 3 مفاتيح بس، واحد للتغذية والتاني لسرعة الظرف، لسرعة الدوران، والتالت مفتاح اللي هو بيعتبر لمفتاح الطوارئ. هنشوف الحاجات ديت وهنبدأ نشرحها مع بعض بالنسبة لماكينة الدونفورد مع بعض وهنتعرف عليه. بيقول لي اولا الفريزة، يعني اول حاجة انا بنعمل تنصيب للبرنامج. يعني اول حاجة انا لما بنتكلم على اي ماكينة إن كانت، وبنعتبر انا لسه مثلا جايب الماكينة ديت جديد او شاريها جديد او ما اشتغلتش الماكينة قبل كده، اول حاجة بنعملها الماكينة ديت بتبقى معاها اسطوانات بتبقى مرفقة مع الماكينة. بنعمل تسطيب للبرامج بتاعتها على الكمبيوتر بتاعي او على اللاب بتاعي ايا كان اللي انا هنشغله، اللي هيكون مرافق للماكينة. يعني في كمبيوتر معين هيكون مرافق للماكينة. طب يا مستر هو اي كمبيوتر؟ يعني كمبيوتر محدد يعني خاص بالماكينة؟ اي كمبيوتر ان كان، بس احنا هنحطوه جنب الماكينة ونوصله بيها. يعني اي كمبيوتر، مش حاجة جاية مع الماكينة، لا مش شرط. يعني مش شرط يكون كمبيوتر او لاب جاي مع الماكينة علشان نشغلها عليه، لا الماكينة بتشتغل باللاب او الكمبيوتر اللي جاي معاها او اي كمبيوتر او اي لاب تاني بس، ولكن ان انا ننزل عليه البرامج بتاعت التشغيل بتاعتي والرسم ونبدأ نتعامل. فهنا بيقول ايه؟ بيقول يعني بعد تنصيب البرنامج، يعني تسطيبه على الماكينة، البرنامج بيسمى ايه؟ بيسمى كويك كام تو دي ديزاين. احنا في الفريزة
البرنامج اسمه هنلاقيه على الشاشة، او هنلاقيه على الديسكتوب، او هنلاقيه في المكان اللي انا بعد ما نسطبه هيظهر عندي اسمه كوك كام 2 دي ديزاين. يعني بعد ما بنسطب البرنامج بنبدأ نفتح البرنامج بتاعي ستارت البروجرام دونفورد كوك كام 2 دي ديزاين. بنفتح البرنامج بتاعي، وبيتم اللي بيحصل انك بيتم فتح مربع مثلا حواري بيسألك فيه ابعاد الشغل. ابعاد الشغل من حيث الطول الشغل دي بدايات. يعني انا جايب لك الشرح من بدايات الماكينة. يعني انت اللي هو ما حضرش الشرح قبل كده، انا جايب لك الماكينة بنشرحها من بداياتها، من اول تسطيب البرنامج على الكمبيوتر بتاعك وتوصيل الكمبيوتر بتاعك اللي انت هتشتغل بيه، ايا كان كمبيوتر تاني وتالت. بنقول ايا كان كمبيوتر او لاب، مش مفيش حاجة معينة خاصة بالماكينة اللي انت هتسطب عليه البرامج بتاعتك. هو ده اللي انت هتدخل هتوصله بالماكينة وهتبدأ تشتغل وهتبدأ الماكينة تحس بيه. لما بتبدأ تسطب البرامج بتاعتك وبتبدأ تفتح البرنامج كوك كام 2 دي ديزاين، بتلاقي البرنامج ده هو ده الاسم اللي عندك، الايقونة بتاعتك. وبتبدأ بيفتح البرنامج ده، بيفتح لك صفحة. بيبدأ الكمبيوتر او البرنامج نفسه بيسألك ابعاد الشغل، وديت الابعاد ديت من الحاجات الاساسية. الابعاد ديت على حسب قطعة الغيار او الشغل او الباليتة اللي انت هتبدأ الابعاد بتاعتك. يعني اي شغل اي قطعة غيار هي هتطلب منك، يا اما بتكون قطعة يعني قطعة تالفة مثلا واحنا عايزين نعملها نجددها، فبالتالي بيجيب لك القطعة التالفة ديت انت بترفع المقاسات بتاعتها، او بيجيب لك الرسم بتاعك على ورقة الرسم. فبالتالي في ابعاد، الابعاد بتاعت الرسم ديت بنرفعها وبنجيب الخامة المناسبة للابعاد ديت. الخامة المناسبة للابعاد ديت بننزل الابعاد بتاع عرض مثلا، على اساس ان يعني مثلا لو افترضنا ان ديت الباليتة اللي انا هنشتغل عليها، فبيقول لي الطول بتاعي اهوت، وبعدين العرض بتاع الباليتة نفسه، وبعدين الارتفاع او السمك. يعني الثلاث حاجات دولت. هو اول حاجة لما بيبتدي معايا الابعاد بتاعتي بنبتدي نحط الابعاد ديت في الاماكن بتاعتها. الطول في المكان بتاع الطول، والعرض بتاع الباليتة في المكان بتاع العرض الباليتي، والارتفاع مش شرط الارتفاع، ايا كانت الابعاد يا ولاد كبيرة او صغيرة مش شرط، هو زي ما هو طالب. يعني احنا انا بنعتبر بنشرح لك، او بنعتبر ساعات بنشرح لك على اساس ان انت بتشتغل في مصنع في شركة في كذا. يعني مش بنشرح لك على اساس ان انت طالب. انت طالب حاليا، بس بكرة مش هتبقى طالب، بكرة هتبقى بتشتغل في مكان معين بتعمل انتاج. فانت بتشتغل اللي انت بتشتغله النهاردة مسموح لك انك تدي مقاسات مثلا معينة. يعني انا ممكن المستر بتاعك يقول لك اعمل لي رسمة عملية صناعية فيها مثلا حفر دوائر، فيها مثلا مضلع منتظم، فيها كذا، بدون يعني انت بيبقى عندك حرية اختيار الابعاد. ولكن بعد كده لا، بعد كده انت هيبقى في ابعاد معينة ومحددة انت بتنفذها. احنا مش يعني اللي احنا بنشرحه هنا بنشرحه، احنا بننفذه بره بالحرف الواحد. يعني احنا مش بنهزر في حكاية ان ممكن نعمل وممكن ما نعملش. لا، المفتاح اللي احنا بنضغط عليه هنا وبيعمل لي الشغلانة الفلانية هو اللي بره هتضغط عليه وهينفذ لك.
يعني على ايا كانت المكنة اللي انت هتشتغل عليها الابعاد لازم أن تتحط في اماكنها، والخامة تكون مناسبة لقطعة الغيار او التمرين او الشغلة اللي انت هتشتغلها، وبنحط الابعاد، وبعد كده بنبدأ ننفذ مع بعض خطوة خطوة. طيب بعد ما عملنا الابعاد، بعد ما حطينا الابعاد، بيقول لي هنا من حيث الطول، يعني ابعاد الشغلة من حيث الطول والعرض والسمك، ثم نضغط يتم فتح صفحة الرسم، نقوم برسم التمرين المراد رسمه، وذلك بأوامر الرسم السابقة. بعد الانتهاء من التمرين، يعني هو بيقول لي هنا بعد الانتهاء من الرسم يمكن تعديل في أي خط، يعني هو عايز يوصل لي إن في إمكانية تعديل، يعني عايز يوصل لي إن هو في إمكانية تعديل في كل رسمة أنا بنرسمها. يعني أنا مثلا رسمت دايرة، وبعد ما رسمت الدايرة ديت ممكن نعمل فيها تعديل. طيب أنا لو رسمت مضلع منتظم في داخل الدايرة، مسدس أو مخمس أو مربع أو أيا كان مضلع منتظم داخل الدايرة أو خارج الدايرة، أيا كانت الرسم أو أنا كتبت كتابة، جميع الحاجات ديت بتتعمل، يعني بيتعمل لها يعني بتتجاب البروبورتس بتاعتها، الخصائص بتاعتها، وبيتعمل لها تعديل. يعني هو بيقول لي هنا في إمكانية تعديل الرسم، العملية الصناعية. أنا بنعتبر هنا الدايرة أو المضلع أو الحفر المعين أو الكتابة هي دي عملية صناعية، ديت كلها عمليات صناعية. أي عملية صناعية اترسمت هنا بيوصل لي معلومة إن ممكن يحصل تعديل فيه، نكبر ضلع المضلع او نصغر او نكبر الدائرة او نصغرها، الراديوس بتاعها ايا كان بيبقى فيه امكانية تعديل. طيب بيقول لي هنا بعد الانتهاء من الرسم يمكن التعديل في اي خط تم رسمه من خلال الضغط المزدوج عليه، فتظهر قائمة الخصائص الخاصة به، فيتم التعديل المطلوب ثم الضغط على ابلاي. طيب رقم 5 يمكن تغيير شبكة الرسم. أنا هنتكلم على هنا على شبكة الرسم، وشبكة الرسم ديت يعني يعني هنخليها شوية لحد ما نفتح البرنامج من على اللاب. يعني هو هنا بيقول لي شبكة الرسم يمكن تغيير شبكة الرسم من خلال قائمة جرايد دهيت، بحيث ان هو الرسم الصفحة اللي انا بنرسم عليه بيكون صفحة الرسم، وهنشوفها مع بعض. صفحة الرسم ديت بتكون عبارة عن زي صفحة الكراسة، المربعات، مربعات سنتي، مربعات نص سنتي، مربعات 1 ملي، ايا كانت. يعني هي بتبقى عبارة عن صفحة رسم. حتى صفحة الرسم البياني اللي انت بترسم عليها وبتكون في ورقة الإجابة بتاعتك بيكون صفحة مربعات، بس بتكون 1 ملي تقريبا يعني. اما هنا انت عندك صلاحية انك انت تعدل صفحة الرسم اللي انت بترسم عليه. صفحة الرسم دهيت بتكون ممكن تعدل المربعات لو 1 ملي وعايز تخليها 2 ملي او 3 او 4 او 5 ملي او حتى 10. في امكانية انك انت تخليها تعدل فيه. وكمان مش انت بتعدل في صفحة الرسم بس، لا ده انت بتعدل كمان في لون الخط. يعني لون الخط نفسه انت ممكن، وهنشوف مع بعض الكلام ده لما نوصل للمرحلة ديت. لون الخط نفسه انا ممكن لون الخط اللي هو بتتناسب معاه مثلا النظر بتاعي او عينيه بنرتاح للون الفلاني، فانا بنغير اللون الفلاني وبنعمل صفحة الرسم. هو هنا بيوصل لي ان في امكانيات في البرنامج اننا بنعمل 1 2 3، نعمل اللي هو الخصائص بتاعت اي خصائص اي خط او اي رسمة او اي عملية صناعية ممكن نعدل فيها. والحاجة التانية صفحة الرسم نفسها اللي هتظهر عندي ممكن ان انا نعدل في الخطوط بتاعتي من حيث المسافة ما بين المربع يعني والتاني،
طول المربع، وبعدين كمان لون الخط نفسه اللي هو بتاع المربعات، لون الخط نفسه ممكن نعدل فيه. ده هو عايز يوصل لي لكده. بعد انتهاء هنا رقم 6، بعد الانتهاء من الرسم والتعديلات اللازمة أن يقوم بعمل المحاكاة وحفظ الملف وتصديره إلى المعالج ليقوم يعني بيتغير من الكاد للكام، من لغة التصميم إلى لغة التشغيل. طيب هنا من خلال طبعا أيقونة اسمها كام ويزارد، بيقول لي من خلال اختيار الأمر اللي هو كام ويزارد من شريط الأدوات على الشاشة، وبعد ذلك يتم فتح صفحة لاختيار نوع المعدن. بعد كده بيكون نوع المعدن، يعني بعد أنا ما بنشتغل الرسمة ونحط المقاسات بتاعتي الأبعاد، وبنروح على قائمة اسمها قائمة كام ويزارد، أيقونة فوق سطح فوق خالص اسمها كام ويزارد، بنضغط عليه بتبدأ تديني اختيارات. بنختار الخامة من عدة اختيارات. يعني أنا ما فيش واحد يقول لي يا أستاذنا الخامة أنا هنختارها من الأول أو هنختارها إزاي. أيا كانت الخامة أنا بنعلمك، بنشرح لك طريقة التشغيل. أنت بتشتغل بتعمل العمليات الصناعية، أيا كانت العمليات الصناعية، هتعملها على أرطلون مثلا، ولا هتعملها على خشب MDF، ولا هتعملها على خامة من النحاس أو خامة من الألومنيوم أو خامة من الستيل الحديد، أيا كانت. أنا اللي يهمني إنك أنت تعرف تعمل العملية الصناعية. العملية الصناعية ديت على خامة إيه ديت ما تشغلنيش. زي ما تطلب منك، انت هتنطلب منك تعمل العملية الصناعية او تعمل قطعة الغيار دهيت من الخامة كذا، فانت ساعتها اختيار الخامة ما هوش صعب، لان ده قائمة بتختار منها الخامة. بناء على اختيار الخامة دهيت المكنة بتعمل الاعدادات بتاعتها، وبتدي السرعة بتاعتها والوقت بتاعها والتغذية بتاعتها. كل الحاجات ديت بتتعمل بمجرد انك انت بتختار الخامة المعينة. فما تشغلش نفسك باختيار الخامة، لان اختيار الخامة انت تختارها من خلال قائمة. اما انك اللي انا يهمني انك انت تعرف تنفذ العملية الصناعية ايا كانت الخامة اللي انت هتشتغل عليه، ايا كانت الخامة اللي انت هتشتغل عليها الشغل او قطعة الغيار، سواء ألفتلون، سواء نحاس، سواء ألومنيوم، سواء حديد. مش يعني الحاجات ديت المكنة اللي هتتعامل من حيث التغذية ومن حيث الوقت ومن حيث السرعة او لفات الظرف وما الى ذلك. الحاجات ديت واحدة واحدة هناخدها مع بعض وهنشرحها مع بعض واحدة واحدة كل نقطة من دولت. هنا بقول رقم 7، بعد ذلك يتم فتح صفحة لاختيار نوع المعدن، ثم التأكيد على أبعاد الشغل، ثم بقية الاختيارات، وبنضغط نكست. وبقول لي هنا هنبدأ نعمل عرض يعني فيديو للكلام دي. هنعمل عرض فيديو وهنشوف، بس مش دلوقتي، يعني هنشوف مع بعض دلوقتي الفيديو معين، بس يعني في آخر الحلقة. هنشوف دلوقتي الأول تعريف المحاور بتاعت الماكينة. عندي 3 محاور هم. عندي المحور الزد للنزول للأسفل والصعود لأعلى، وعندي محور واي للدخول والخروج، وعندي محور اكس لليمين واليسار. هذا محور اكس اهوت اللي هو بيمشي الصينية دهيت في زي ما بنتحرك الماوس كده لليمين وللشمال. وعندي محور واي دوت للدخول لداخل الماكينة والخروج للخارج.
وعندي محور زد اهوت شايفينه مع بعض. محور زد دهوت بينزل لي بالظرف لاعلى ولاسفل. ادي محور زد دهوت لاعلى ولاسفل. ديت المحاور بتاعتي 3 محاور بالنسبه لماكينه الفريزي. تعرفنا على ال3 محاور. يبقى عندي محور اكس بيمثل الاتجاه الافقي الطولي لليمين وللشمال، ويمثل محور واي الاتجاه الافقي العرضي للداخل وللخارج، ويمثل المحور زد دهوت الاتجاه الرأسي لأعلى والأسفل. ادي ال3 محاور بتوعي بالنسبة للفريزي. النقاط بتاعة الأصفار، والنقاط بتاعة الأصفار ديت اللي أنا بنتكلم فيه. نقاط الأصفار ديت دايما فيه نقطة صفر الماكينة، وفي نقطة صفر الشغل. النقاط ديت علشان بس دي محددات، يعني ديت بدايات عمل. يعني بيتم قياس العدة من هذا المكان. يعني انا لما بندي لك مثلا ونقول لك مثلا قيس المسافة من بيتكم للمدرسة بتاعتك، فانت بداية الصفر بتاعك البيت بتاعك، والنهاية المدرسة. فلو انت وقفت في النص فده انت ليك احداثي. الاحداثي ده هو بيكون بتتحسب المسافة من بيتك للمكان اللي انت واقف منه، ومن المكان اللي انت واقف منه للمدرسة. فنقاط الاصفار ديت مهمة، لان هنتعرف عليها مع بعض، ده ان هي من الاساسيات بتاعت الشغل بتاعي. فيه نقاط اصفار انت مالكش دخل بيها او المستخدم مالوش دخل بيها، لان المصنع او المصنع هو اللي عامل نقطة الصفر ديت. وفي نقاط اصفار انت لك دخل بيها، او اللي بيشتغل او المستخدم للماكينة له دخل بيها، لان هو اللي بيعمل النقطة ديت وبيعرف الماكينة بيه. فهنتعرف على النقاط ديت مع بعض واحدة واحدة. بقول لي هنا اول حاجة نقطة صفر الماكينة ورمزها ان، وهي نقطة وضعها المصنع ولا دخل للمستخدم بها. دي من النقاط اللي انت مالكش دخل بيها. نقطة صفر الماكينة الرمز بتاعها ان، وهنشوفها برضو مع بعض. وضعها المصنع ولا دخل للمستخدم بها، وهي نقطة ثابتة، وتكون نقطة اصل المحاور منطبقة على هذه النقطة. يعني نقطة المحاور بتكون منطبقة دايما على النقطة دي. طيب رقم 2 نقطة صفر الشغل ورمزها دبليو، وهي نقطة يقوم المبرمج بأخذها في مكان مناسب حيث تنقل نقطة أصل المحاور إليها بعد ذلك، وهي متغيرة. يعني أنا عندي دلوقتي نقطتين. نقطة صفر الماكينة انت مالكش دخل بيه، وهي بتبقى اصل المحاور اللي الاكس والواي والزد، بيكون النقطة ديت هي الاصل بتاع المحاور بتاعتي. بعد انا ما بنعمل نقطة صفر جديدة اللي هي نقطة صفر للشغل، بتتنقل نقطة الصفر ديت لنقطة صفر الشغل. نقطة صفر المحاور بتتنقل لنقطة صفر الشغل بعد كده. هنا إن صفر الشغل انا اللي بنعمله، او انت اللي بتعمله، او المستخدم او اللي بيشتغل على الماكينة هو اللي بيعمل وبنفذ نقطة صفر الشغل. هنشوف مع بعض وهننفذ مع بعض ان شاء الله جميع النقاط ديت. رقم 3 بيقول نقطة رجوع عليا للعدة ورمزها ان، وهي نقطة لبداية قياس العدة، ويتم وضعها على الماكينة بواسطة المصنع ولا دخل للمستخدم بها. كمان هي النقطة ديت بيضعها المصنع، المستخدم او اللي بيشتغل على الماكينة ملهوش دخل بها، وبتكون على وش برج العدة. طيب هنشوف مع بعض رقم 4 في نقطة 4 اهيت. نقطة رجوع ورمزها R، وهي نقطة موجودة داخل مساحة العمل المسموح به، وهي محددة بمفاتيح تحديد مصدات.
ادي الشكل بتاع النقاط دهيت، بس هنشوف علشان يبقى عندنا ايه شكل للنقاط ديت بس يعني. ادي شكل للنقاط اهيت، ادي ار وادي الدبليو اهيت وادي الام، ادي نقطة صفر الماكينة، وادي الدبليو نقطة صفر الشغلي، وادي الار اللي هي في مساحة العمل. ادي ديت اللي هي نقاط الاصفار او بعض نقاط الاصفار اللي هي النقاط المشهورة يعني. بيقول لي الصورة التالية تعبر عن النقاط المشهورة في الفريزة. ادي الفريزة اهيت، ادي المكان اللي بينزل منه ظرف الماكينة، وادي المحاور عندي ده هو المحور بتاع الاكس، وادي ده المحور بتاع الواي، وادي الاسفل والاعلى ده هو المحور بتاع الزد، وادي الباليتة بتاعتي او الخامة بتاعتي او اللي انا هنشتغل عليه. ودايما بيكون ادي نقطة صفر الشغلة في المكان دوت. شايفين المكان دوت واكدوا عليه علشان هنعمل مع بعض عملية تصفير يعني فيما بعد هنعمل عملية تصفير مع بعض، وهنعمل شغل مع بعض من الاول للاخر يعني. هنا بيقول لي مخزن العدة الاوتوماتيكية. اغلبية ماكينات التحكم الرقمي مجهزة بانظمة تغيير عدة اوتوماتيكية، وهذا يعني ان من الممكن التحكم في اختيار العدة وتغييرها من خلال البرنامج الجزئي، وان هذه الخاصية تساعد على زيادة الانتاج، وان هذه العدد توضع بواسطة المبرمج في مخزن عدة اوتوماتيكي يعرف بمخزن العدة الاوتوماتيكي، ويكون هذا المخزن متكاملا مع الماكينة، والوظيفة الرئيسية لهذا المخزن هو الحفظ العدة بأرقام. اللي انا عايز نوصله لك هنا ادي مخزن العدة اهوت. اللي انا عايز نوصله لك هنا ان فيه عدد من العدد، العدد ده مرقم يعني كل عدة لها رقم، بس انا عايزك تفرق جدا ما بين رقم العدة وقطرها. يعني انا لو قلت لك القلم ده انا عندي مثلا 4 5 10 اقلام ايا كان، 7 8 اقلام ايا كان، هم بيبقوا 6 او بيبقوا 8. لو انا اديت لكل قلم رقم، القلم دوت رقم 1 والتاني رقم 2 والتالت رقم وهكذا. انا عايزك تفرق ما بين رقم القلم والقطر بتاعه، لان دي سكينة قطع في الاول وفي الاخر، ديت سكينة قطع او عدة قطع. التول ده هو انا بنديله رقم، انا بنحط رقم 1 ده هو، انا ممكن نحط الارقام عندي من 1 ل8 او من 1 ل6 ايا كان على حسب المكنة اللي قدامي ولا اللي عندي. بنحط ارقام رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5 رقم 6. لما بنطلب العدة رقم 3 او رقم 4 بصرف النظر عن القطر بتاع العدة كام المفروض ان انا عارفه، لان انا عارف مثلا حاطط الرقم بتاع العدة، حاطط رقم 7، ممكن نكون حاطه في رقم 7، وممكن ما نكونش حاطه في رقم 7، ممكن نكون حاطط القطر 7 نكون حاطه في رقم 1 في العدة رقم 1. فبالتالي عايزك تتأكد على الحتة ديت وتأكد عليها. فرق ما بين قطر العدة وهي محطوطة في رقم كام في القرص بتاع العدة اللي بيحفظ العدة في المكنة. فأنا القرص ده هو بيحفظ لي العدة زي ما انتم شايفين، وفيه طريقة ان انا ممكن نغير بيها العدة بتاعتي. هنعرف مع بعض ازاي بنحذف عدة وازاي بنضيف عدة وبننفذ الكلام ده على ارض الواقع. ادي مخزن العدة اللي انتم شايفينه اللي بنغير منه العدة. وهنا بس يعني واحدة واحدة كده بنشوف المواصفات بتاعت الماكينة بتاعتي على اساس ان انا نبدأ ما تبقاش في حاجة غامضة عندي. يعني اول حاجة بيقول لي مواصفات الماكينة. يعني ايه مواصفات الماكينة؟ يعني انا لما بنتكلم يعني ايه مواصفات؟
انا لما بنشتري اي حاجة او بنحب نقتني اي حاجة، الحاجة ديت بيكون لها مواصفات. يعني انا لو بنشتري مثلا قلت قبل كده لو بنشتري عربية، ممكن نشتري عربية نروح بها شغلي، وممكن نشتري عربية نحمل عليها حمولات معينة، او حاجة اكبر نحمل عليها حموليات اكبر. ديت مواصفات. المواصفات بتاعت الماكينة اللي هو انا هنشتغل ايه. يعني انا لما نيجي نشتغل ونعمل قطع غيار، انا راجل بتاع CNC، فهنشتغل شغلي ايه؟ انا بنصنع قطعة الغيار، ايا كان قطعة الغيار. يعني ما فيش حد يقول لي يا مستر هل في قطع غيار معينة اللي انا هنشتغلها؟ لا، ايا كان قطع الغيار اللي انت هتشتغلها، بتبقى في سيارة، بتبقى في جرار، بتبقى في قطار، بتبقى في طائرة، بتبقى ايا كان قطعة الغيار. وخاصة على ماكينات CNC، اتوجدت اصلا ماكينات CNC علشان قطع الغيار الحساسة الدقيقة. طيب انا هنشتغل، انا هنجيب مكنة، انا هنشتري مكنة، انا هنعمل مصنع، هنعمل شركة بتصنع قطع غيار. طيب انا هنشتري انهي مكنة يا مستر؟ او هنشتري مكنة نظامها ايه؟ انت بتحدد الاول انت هتشتغل في انه نوع من قطع الغيار، وهتشتغل في انه حجم من قطع الغيار. مش بالضرورة الحجم الكبير يكون غالي والحجم الصغير يكون رخيص، مش بالضرورة في قطعة الغيار، يعني مش بالضرورة. يعني ممكن قطعة غيار حجمها صغير تكون اغلى من قطعة غيار حجمها كبير، مش بالضرورة. المهم انت هتعمل شغل انواع الشغل اللي انت هتشتغله. فبالتالي لو انت بتعمل قطع غيار حجم صغير، فبالتالي انت هتجيب مكنة حجمها صغير. زي ما تكون انت عايز تحمل مثلا عربية نقل مثلا صغيرة بالطن او 2، بتحمل تجيب عربية صغيرة. فبالتالي لو انت عايز اطنان معينة بال10 طن وكذا واكتر، فبتجيب عربية نقل بس كبيرة. هنا المكن ده مثال بسيط. يعني المكن هنا انت هتشتغل في انه نوع من قطع الغيار اللي انت هتشتغلها. المواصفات بتاعت الماكينة اللي هو مثلا المسافة بين الظرف والترابيزة، المسافة ما بين المحاور بتمشي قد ايه، بتتحرك يمين وشمال قد ايه، بتتحرك فوق تحت قد ايه، بتتحرك للداخل والخارج كم ملي، المساحة، المكان اللي هتاخده الماكينة، المكان كبير ولا صغير، طول الماكينة وعرضها وارتفاعها، العدد سرعات الظرف. كل الحاجات ديت احنا هناخدها مع بعض. بس انا عايز نعرفك او نوصل لك يعني ايه مواصفات. المواصفات بتاعت الماكينة ان انت بتشتري الماكينة او بتقتني الماكينة اللي انت عايز تعمله عليها الاول وتشوفه وتنفذه، بناء عليه انت بتحط المواصفات بتاعتك. هنا بيقول لي عند اقتناء او شراء الماكينة لابد من اقتناء الماكينة المناسبة للأعمال التي نقوم بتصنيعها، من حيث الحجم والوزن والمسافة التي تتحركها المحاور، وسرعة دوران الظرف، وقيمة التغذية، وغيرها من المواصفات. وفيما يلي نتعرف على مواصفات الماكينة. أنا هنتعرف على مواصفات الماكينة اللي احنا شغالين عليها، يعني اللي هي ايه، اللي هي في مدارسنا. يعني المواصفات ديت اللي أنا هنوريها لك ديت وهنشوف. أول حاجة أبعاد الماكينة، اللي هو طول الماكينة وعرضها وارتفاعها بالملي طبعا. يعني 1845 ملي، 790 ملي. وانا اتكلمت قبل كده قلت اي رقم هننطقه هيكون بالملي، حتى لو ما قلتش ملي هو بالملي. طبعا الناحية التانية ديت يعني بالبوصة. 1550 ديت الثلاث ابعاد بتوع الماكينة. وبعدين السطر الثاني بيقول لي المسافة ما بين الظرف والترابيزة. يعني المسافة دهيت يا اولاد اللي هو بيتحركها الظرف ما بين الظرف وما بين الاعلى والاسفل. يعني اللي هو المسافة اللي بيتحركها محور زد. محور زد ده بيتحرك للاعلى وللاسفل. المسافة ديت اللي بتتحرك
في محور زد ديت هي المسافة اللي انا بنتكلم عليها، اللي هي 260 ملي. يعني ال 260 ملي ده هم اللي هو بيتحركهم المسافة اللي هي ما بين الترابيزة وما بين الظرف. ديت من ضمن المواصفات، يعني ديت مواصفات معينة. لو انا عندي شغل بيتطلب مسافة اكبر من ديت، يبقى هنضطر نجيب نضطر نجيب ماكينة اكبر من الحجم ده. ديت الحاجات اللي انا من ضمن الحاجات اللي انا الباليتة اللي انا بنعوزها نشتغل عليها، او قطعة الغيار، او بنجيب اكبر قطعة غيار ممكن نشتغلوا على الماكينة ديت. فهو بيقول لي دي من خلال ديت المواصفات اللي عندي، بيقول لي المسافة بتاع محور زد اللي هو بينزل المسافة ديت 260 ايه يا مستر 260 ملي؟ احنا اتكلمنا، لو انا قلت 260 وسكت انت عارف انه ملي، واتكلمنا عن كده كتير. يعني سعة المنجلة دهيت يعني بيقول لي هو 150 في 100. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المنجلة اللي انا بنربط عليها التمرين، احنا عارفين ان المنجلة دهيت لها فكين بنربط او بنبدأ نعمل التوسعة بتاعتها. المنجلة دهيت بيقول لي هنا 150 في 100. يعني المنجلة دهيت هنا هوت الفكوك بتاعتها هتبقى 150، والعرض بتاعها في حدود 100 ملي. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أعزائي الطلبة والطالبات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. كان معكم مستر منصور المر، معلم خبير ميكانيكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.